دكتور، هو في فرق بين انواع فيتامين د وبعضها ولا كلهم واحد؟ طبعا في فرق. في نوعين في السوق من فيتامين د، نوع فيتامين د العادي ونوع فيتامين د المنشط. فيتامين د المنشط ده له ضوابط ما بيتاخدش غير عن طريق التحليل، وفي الاساس بتبقى جرعته جرعه علاجيه. تيجي بقى نتكلم عن الفيتامين د العادي اللي هو الاساس اللي احنا بنديه كجرعه وقائيه كل يوم. في منه برضه نوعين ما لهمش تالت. النوع اللي هو محضر بميه ونوع محضر بزيت. قبل الكلام ده لازم نفهم الفيتامين ده عباره عن فيتامين بيمتص في واقع او في قاعده زيتيه او دهنيه، يعني لازم يكون في دهون عشان الامتصاص بتاعه يكون كويس. ولذلك احنا بننصح دايما في الفيتامين ده انه يتاخد بعد الفطار او بعد الرضاعه عشان يحسن امتصاصه. زي ما قلنا احنا عندنا نوعين، نوع عادي مع موجود على الميه ونوع عادي موجود على زيت، سواء كان زيت الجوز الهند او زيت الزيتون. اما افضل طبعا اللي على الزيت عشان ده ضامن الامتصاص مبدئيا قبل ما الطفل ياكل. جرعه فيتامين د قبل السنه 400 وحده دوليه كل يوم، وزي ما اتفقنا بناخده الصبح لانه لو اتاكل بالليل ممكن يهيبر الطفل زياده وطفلك ما ينامش. جرعته بعد السنه 600 وحده دوليه، بتختلف من نوع للتاني في عدد النقط. لو عايزه تعرفي الفيتامين د اللي عندك زيتي ولا لا وتاخدي كام نقطه منه عرفيني في الكومنتات وانا اقول